مستر انا ابني عنده مشكله في جدول الضرب وغلطت ان انا احفظه له، كل ما بحفظه له بحس ان هو بينساه، مش عارفه اعمل ايه. غلط، كل جدول الضرب عاملاها غلط. 2 في 4 ب 70 ازاي؟ كل جدول الضرب غلط كده. موضوع خطير جدا. جدول برغم ان هو شكله امر بسيط ولكنه مهم جدا. انا الحقيقه اليومين دول مشغول بالحكايه دي. في برامج ابلكيشنز على بلاي ستور في الاندرويد وعلى الاي او اس اللي هو الايفون، في برامج بتبقى فيها منتال ماث، بتعلمك ازاي تحفظ جدول الضرب بطرق حديثه. حاولي تشوفي البرامج دي وتختاري طريقه منهم تعلمي بيها ابنك جدول الضرب. وانا هنزل فيديو على الاكونت بتاعي ايمن تادوس 52 او على اليوتيوب بيتكلم عن طرق سريعه للتعامل مع جدول الضرب. بس انا عايز اقول لك حاجه، الطريقه البلدي بتاع زمان ما زالت طريقه قويه، انه يكتب جدول الضرب لكل جدول 10 مرات. صدقيني الطريقه البلدي بتاع اهالينا زمان دي نجحت مع ناس كتير قوي، جربيها. خليه يكتب جدول الضرب 10 مرات كتابه. 2 في 2 ب 4 2 في 2 ب4 2 في 3 هيحفظهم غصب عنه، بس هينساهم تاني بعد كده. عشان كده كل شويه يعمل ريفرش لحفظ جدول الضرب، وان شاء الله هيحفظه. ودوري على الطرق الحديثه، مفيش مانع نجرب طرق حديثه من اللي موجوده على النت او على الابلكيشنز الموجوده.